في الفترة اللي فاتت انتشر على جروبات كتير شباب بتشارك تجربتها مع الذكر، ومبسوطين وفرحانين وفخورين ان هم بيحققوا ارقام كبيرة في الذكر يوميا، منهم اللي بيعدي ال 2000 وال 3000 وال 5000 تسبيح او حمد او صلاة على النبي كل يوم. وفي الحقيقة الموضوع ده جميل جدا وفيه خير كبير جدا وبيشجع جدا ان الواحد يكثر من الذكر. بس في حاجة لازم ناخد بالنا منها، الهدف الاول من الذكر هو مش كثرة العدد، الهدف الأول من الذكر إن قلبي يتأثر بالذكر ده. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيتوب في اليوم أكتر من 100 مرة، فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيذنب في اليوم 100 مرة عشان يتوب 100 مرة؟ طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل يوم في أذكار الصباح والمساء بيقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا كان بيستعيذ بالله من الكفر؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خايف على نفسه من الكفر؟ يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعي كل كلمة هو بيقولها صلى الله عليه وسلم. فهل واحنا بنقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، هل أنا أعي فعلا إن أنا أستعيذ بالله من الكفر؟ هل أنا فعلا خايف على نفسي من الكفر؟ هل أنا واعي للدعاء اللي انا بقوله والذكر اللي انا بقوله، ولا انا بقوله عشان دي اذكار الصباح والمساء والمفروض ان انا اقولها بعدد معين في وقت معين؟ ان انا اعمل عدد كبير من الذكر دي حاجه حلوه مش حاجه وحشه، بس الحاجه اللي احلى منها ان يكون قلبي حاضر مع الذكر اللي انا بقوله حتى لو كان العدد قليل. احب الاعمال الى الله ادومها وإن قل. كان ممكن يقول أدومها بس، وإحنا نفهم من كده إن إحنا ممكن نعمل أعمال دايمة وتكون أعمال كتيرة وتكون هي أحب إلى الله. بس الموضوع مش في الكثرة، الموضوع في الاستمرارية حتى لو كان عدد الأعمال ده قليل. الهدف من قلة العمل مش إن أنا أبقى بعمل عدد قليل من الأعمال أو إن أنا بذكر ربنا سبحانه وتعالى عدد صغير أو قليل من الأذكار. الهدف إن العمل حتى لو كان قليل بس متداوم ومستمر هيأثر في قلبي. فالهدف من الذكر إنه يأثر في قلبي ويسيب علامة، مش الهدف فيه إن أنا أعد حسنات وأقول أعداد كبيرة وخلاص. هيبقى جميل جدا إن أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 1000 مرة، وهيبقى حلو جدا إن أنا أستغفر ربنا سبحانه وتعالى كل يوم 1000 مرة. بس الأحلى من إن أنا أستغفر 1000 مرة إن يكون قلبي حاضر ومستشعر الذنب اللي أنا بعمله وأنا بقول أستغفر الله أستغفر الله، أبقى مستشعر ذنبي وبطلب من ربنا حق الطلب بالمغفرة، يا رب اغفر لي استغفر الله. الموضوع مش هيبقى حلو لما اقعد اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله واجي ابص في السبحه بتاعتي الاقي نفسي محقق 1000 تسبيحه او 2000 تسبيحه. الموضوع مش في ال1000 تسبيحه، قلبي كان فين في ال1000 تسبيحه؟ لو قلت 10 تسبيحات، لو استغفرت ربنا 10 مرات وقلبي حاضر هيكونوا أفضل من لو استغفرت ربنا 1000 مرة باللسان وقلبي مش مستشعر الاستغفار ده. فما تبقاش في الذكر زي البغبغان بتردد أذكار كتير عشان تحقق تارجت. احنا مش في شركة مطلوب مننا تارجت نحققه، احنا مطلوب مننا قلبنا يكون حاضر ومستحضر ومستشعر معاني الأذكار اللي احنا بنقولها. فخلي قلبك حاضر ومستحضر ومستشعر ده. مش بقولك قول أذكار قليلة وخلي قلبك مستحضر ومستشعر، لا، قول كتير واستغفر 1000 مرة و5000 مرة في اليوم، ده هيكون حلو جدا. والأحلى إن يكون قلبك حاضر ومستشعر الاستغفار في ال5000 مرة دول.